عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إيه عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. بصوا كده، أنا نزلت السوق امبارح وقلت أما أوريكم الحاجة اللي أنا جبتها. لزوم العيد وكل سنة وانتم طيبين. طبعا محدش بيجي عليه العيد اللي هي الترمس بقى والحمص والفول السوداني والملبس والحاجات دي زيها زي الكحك اللي بنعمله في رمضان، صح؟ طبعا بما ان انا كده بقى نزلت بقى ايه، جبت ده نسيت انا هملحه، بس يا رب يلحق يستوي. احنا مع بعضينا هنعمله مع بعض دلوقتي. همسكه اغسله وهصفيه وهملحه، بس يا رب يلحق يتخلل. انا مرضتش اجيب سمكه كبيره عشان ما ايه ما يبقاش نيع وعايز وقت، عشان السمكه الكبيره لما كل ما تبقى كبيره كل ما بتاخد وقت في التخليل، كل ما تاخد وقت يعني في التسويه، يعني لما تتملح وتتركن وكده بتاخد وقت. فانا دلوقتي انا جبتهم مش كبار، بس هوريكم الاول قبل ما احط ايدي في الزفاره. انا جبت ايه؟ جبت ده الحمص اهو، ده حمص، ده ترمس، قصدي ده ترمس بلدي. الترمس البلدي، الله اكبر الله اعظم. انام بستوب يا جماعه عشان لغايه الاذان ما يخلص. اهو كده ركبت لكم تاني. الترمس البلدي ده بيبقى مر شويه، بس طعمه حلو عن الترمس التاني الصيني اللي بيقولوا عليه ده، فاهمني؟ بتبقى الترمسيه كبيره شويه، اما الترمس البلدي ده بتبقى الترمسيه صغننه كده صغنونه، بس طعمه احلى. هو مر بس ايه، بيبقى من قبلها ب6 ايام، قبل العيد ب6 ايام يتسلق، وبعد ما يتسلق يفضل كل شويه يتغير له الميه بتاعته، كل شويه تتغير له الميه بتاعته، بس هو في الطعم احلى، طعمه احلى بكتير. طعمه جميل. طبعا البلدي بلد زي ما بيقولوا. اما ده حمص، اما انت جايبه قليل كده ليه؟ هو اولا ده ربع وده ربع، لان انا لو كترت عن كده محدش ايه يعني بيقعد كتير عندي، فانا مش عايزاه يقعد كتير، لان انا ما شاء الله عامله كحك وعامله بسكوت معاكم طبعا، وهو هترمس وحمص، وهعمل وجايبه ايه كمان، ده سوداني، ده سوداني اهو. نزلت انت جايبه ليه الحاجه بدري كده اهو سوداني. ليه جايبه الحاجه بدري يا ام رودي؟ انا جايبه الحاجه دي كده بدري عشان انا عايزه اركز في الشقه لسه عايزه ترويقه العيد وتمسيح مش عارفه ايه والكلام ده كله، تمام. وبصوا جبت اللب ابيض، لب سوبر ولب ابيض ولب السوري دوت، عشان طبعا امي واخواتي لما بيجوا عندي بحط منهم. بصوا جايبه كتير، هو ربع ملبس مشكل. الحاجات دي الامر لابد منه طبعا في العيد والكلام دوت، فاهمني؟ بيبقى فرحه بقى، فرحه زي ما بيقولوا. فطبعا الحاجات دي انا هشيلها عشان لو حبيبه عثرت فيها هي وعيشه مش هيخلوا فيها، فانا هخبيها يعني تحت 7 ارض زي ما بيقولوا، تمام. ايه؟ انتي حابه بتقولي انا انتي مش هتخلي فيهم حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا كده بقى، انا ايه اكمل لكم كده تسجيل، اسجل لكم بصوتي بقى. بصوا انا كده بعمل ايه، بحط ميه على الترمس عشان احطه على البوتاجاز، لان الترمس ده زي ما قلت لكم ترمس بلدي، لازم أن يفضل كده قبل العيد ب5 6 ايام ولا 7 ايام كمان، يفضل يتسلق، وبعد ما يتسلق يفضل يتغير له الميه في اليوم 3 4 مرات 5 مرات يعني كل شويه. لو عرفتوا تغيروا له الميه كل شويه غيروا له الميه كل شويه. ليه؟ لانه بيبقى طعمه مر جدا، مر قوي، مش مر بس مر قوي. وكل ما تغيروا الميه تبصوا تلاقوا الميه اللي بتدلقوها طعمها مر برضو، تدلقوها وتحطوا. طب إيه ليه يعني؟ طب ما نجيب من التاني. هقول لكم حاجه، ده فعلا مفيد، يعني في قيمه غذائيه فعلا للبني ادم. اما بالنسبه للتاني الصيني دوت طعمه مش حلو يعني. ده بعد ما بتروح مرارته وطعمه بيبقى جميل، طعمه بيبقى حلو، فاهمني؟ طعمه بيبقى حلو. طب امتى بملحه بقى امتى؟ يعني قولوا قبل، يعني بالليل، يعني بيبقى صابع يوم الوقفه بالليل، احط له بقى الملح، يبقى بايت في ميه بملح،
طبعا بنحط شويه في الطبق بقى وعليهم نص ليمونه، بنعصر عليه حبه ليمون، بيبقى طعمه تحفه، طعمه بجد يبقى جميل جدا. ده كده انا بعمل ايه، بغسل معاكم السردين اهو عشان املحه. طبعا انا بغسل الخياشيم بتاعته كويس قوي، بطلع منها اللبن بتاع دوت اللبن ايه الدم المجمد ده، بطلعه منها وانضفه عشان ده ايه ما يخلوش يبوظ او حاجه. وهتشوفوني دلوقتي وانا بصفيه. تمام. طبعا بيكتبوا لي في الكومنتات مين بقى اللي عمل فسيخ ولا مين ما عملش، مين بياكل فسيخ اصلا العيد. تعرفوا انتوا ليه هم بياكلوا فسيخ في العيد؟ لان الناس بتبقى طالعه من رمضان، خلاص زهقانه طبيخ وزهقانه اكل في البيت وعمايل اكل في البيت، نفسها بقى تحدق، نفسها تاكل حاجه، تبقى مشتاقه بقى. شهر رمضان في حته الاكل بالذات الواحد بيبقى طالع منه كانه بقاله سنه. تمام. اما شهر رمضان نفسه وكده الواحد بيحس انه بيعدي ما بيكملش يوم، كأنه قعد يوم بليلة وبيجري جري. فعايزه اقول لكم عايزه اقول لكم بمناسبه بقى رمضان ان هو جري جري، اقسم بالله انا وحبيبه بنتي زعلانين زعل على عمالين نقول لبعضينا انتي فاكره ده احنا اول يوم عملنا اكل كذا وقعدنا كلنا كذا وحصل على الاكل كذا وحصل في المطبخ كذا، وفي اليوم ده ست كانت هنا، وفي اليوم ده كأنه كان امبارح، كأنه كان النهارده. عايزه اقول لكم والله العظيم واحد زعلان قوي ان هو خلص ومشي. الواحد بيقعد يقول لنفسه يا ترى الواحد ده هيحضر رمضان اللي جاي؟ مش قادرة اوصف لكم قد ايه بيبقى شهر جميل فعلا، وشهر مفترج وبجد بجد الواحد زعلان انه خلص. يلا الحمد لله. ربنا يعني يخلي الايام تعود علينا دايما بخير باذن الله. كده بقى انا غسلت السردين كويس وهحطه يتصفى. تمام. بصوا انا حاطاه ازاي، كافيه الناحيه التانية على وشه كده عشان الميه اللي دخلت في الخياشيم بتاعته ايه تنزل تتصفى. هحطه دلوقتي في مصفى، اصلا هصفيه كده وهحطه في مصفى اهو. كده بقى انا سبته يتصفى وغسلت ايدي كويس بالصابون وعشان ريحه الزفاره وكده، ودخلت اروق اوضه النوم. طبعا الاستاذه حبيبه كنا احنا قبلها بيوم كنا بره. رحت كنت جبت قماش، قطعت قماش. القماش ده انا بصراحه جايباه من قبل رمضان بشويه. جايبه قماش ايه بقى، جايبه اعمل حافظه للركنه. عامله حافظه للركنه، هوريها لكم بقى، مخليها لكم مفاجاه عشان تشوفوها باذن الله على العيد، بس يا رب تعجبكم. جايبه ستاير للصاله، كان نفسي اجيب ستاره للطرقه، بس بقى الفلوس قصرت معايا، بس الحمد لله على كل شيء يعني. الفلوس قصرت معايا فما جبتش بقى الستاره للطرقه. كده بقى ايه بطاطينا بقى طبعا مطرح ما نمنا احنا. انا قمت الصبح اتوضيت صليت الصبح وابتديت بقى رحت داخله ايه، قلت السمك عشان يلحق يتعمل، يا رب بس يستوي من هنا للعيد، ما نلاقوش ما نفتحش عليه نلاقيه ني، لان فاضل ايام بسيطه. كان المفروض انا عملته من بدري، بس المشكله ان انا رحت السوق اخر النهار ورحت عشان اسال على السمك، لقيت بتوع السمك شطاوا قالوا لي تعالي بكره. جيت تاني يوم ما فضيتش اروح، الكلام دوت كان 10 رمضان. رحت تاني يوم جيت اروح تاني يوم نسيت خالص ان انا كنت عايزه اروح السوق عشان اجيب سمك املحه. بس ما علينا. جيت بقى حبيبه قالت لي يا امي ايه ده، هو انت مش هتجيبي سمك؟ قلت لها يا نهار ابيض. قالت لي تعالي كمان ايه نجيب ايه اللب والسوداني والحاجات بتاعه رمضان، عشان احنا ايه هنركز في الشقه بعد كده في الايام الاخيره بتاعه رمضان، مش هنبقى ايه فاضيين نروح السوق. قلت لها يعني؟ قالت لي يلا بينا نروح السوق. خدت بعضي ورحت السوق بالفعل. كده انا خلصت الاوضه اهو، هي الاوضه نظيفه ما فيهاش حاجه، بس ايه ظبطت السراير والملايات نظيفه. هغير الكيس بتاع السله دي، السله دي بحطها جنب السرير بتاع اوضه النوم، عشان بس عيشه بتسحب مناديل مش عارفه ايه الكلام دوت، بدل ما ترمي في الارض معلماها ترمي في قلب السله. ما لقيتش السله فدي طفله بتروح مريحه دماغها وترمي في الارض. فالمهم ايه طبعا رحت نزلت السوق، جبت الحاجات اللي انا وريتها لكم، الملبس واللب والسوداني والكلام ده كله. كل سنه وانتم طيبين تاني. ويعود علينا دايما الايام بخير يا رب.
ونطلع من رمضان نكون كسبانين، كسبانين بقى الصلاة والصوم والقيام وكل حاجة. يا رب كده، وربنا يحقق لنا كل أمنياتنا، وكل اللي بيتمنى حاجة ربنا يحقق له أمنيته يا رب في الأيام المفترجة دهيت. والدعاء اللي احنا دعيناه ليلة القدر ربنا يجعله يا رب يسمعه منا يا رب، يكون باب السماء مفتوح ويحقق لنا كل أمنياتنا يا رب. بصوا بقى كده، انا روقت اوضه النوم وخلصت، طلعت كده على الصاله. ده كده اهو، شايفين الكيس اللي في ايدي ده؟ دي الحافظه الجديده، دي الحافظه الجديده. اي حتى كان قبلها بيوم بالليل كنا في السوق، جينا بقى تعبانين، رحنا حاطينهم فين؟ سيبناهم في الصاله. هدخلهم جوه عشان بس ايه الكيس ما يتقطعش ويتبهدلوا، عشان انا مخليهم بكيسهم. وجبنا بقى الحاجه اللي انا قلت لكم عليها دي، وجبنا السردين. وطبعا كان عندنا مكوة شعر، رحت وديتها للراجل يصلحها. بعد ما رحت عشان يصلحها، بدل ما يصلحها والله العظيم لو قلت لكم مش هتصدقوا، بوظها. خدتها ورميتها في الدولاب. حبيبة عيطت عشان المكوة دي، عيطت عشان المكوة ده هي. بس ما علينا، قلت لها مش مشكلة خلاص وكده. قال اجيب لك واحدة غيرها، قلت له يا عم انا مش هقبل العوض. وما رضيتش اخدها، ما رضيتش اخد منه حاجة والله يا جماعة. انا طبعا وجعت دماغكم وعماله احكي لكم على كل حاجه، بس انتوا حبايبي واخواتي واهلي، وانا ما بخبيش عليكم حاجه، فعشان كده بحكي كل حاجه والله. فالمهم قعد يقول لي المكوه مش بايظه مني، قلت له احلف انها مش بايظه منك. راح ما رضيش يحلف. بصيت له كده قال لي يا ست انا هجيب لك واحده غيرها، قلت له لا وانا مش هقبل عوض وخلاص. انا يعني خلاص يعوض عليا ربنا. وخدت المكوه، والله العظيم المكوه دي غاليه جدا. يعني انا لو وريتها لكم، المكوه دي غاليه جدا وماركه حلوه يعني. المهم طبعا ايه، سبتها جبتها بقى ورميتها هي على كده على جنب جوه في الشقه اهي، الحق في الدولاب، والحمد لله على كده. حبيبه بس هي اللي زعلانه عشانها شويه. فكده بقى ابتديت اهو اروق في الصاله. ده الروتين اللي هو المفروض اليوم اللي احنا بنقوم نعمله. نروق شقتنا وننضفها والكلام ده كله. ده كده نشاط كده، الواحد يقوم يتنشط كده ما يكسلش. طبعا حبيبه جت تعمل، قلت لها لا سيبيني انا هعمل انا. وكمان كده كده انا قمت بصراحه. الواحد دخل المطبخ، وقفت اتكلمت معاكم، فتحت الكاميرا واتكلمت معاكم. تصدقوا انه والله العظيم الواحد لقى نفسه بقى عنده باور كده، وقام واتحرك وعمل السمك وعملنا الاكل والكلام ده كله والفطار وروقت الشقة. يعني عارفين لو الواحد يقوم من النوم بجد يغسل وشه كده ويروح مصلي صلاة الصبح، دي اخرى برضه نشاط. يعني بجد بتجري الدموية في جسم البني آدم وبيتحرك فعلا. احمد اني رايحة الشغل، وربنا يا رب يصلح له حاله يا رب. بس كده اهو كده خلصت بروق بنضف في الركنه، قصدي بعدل في الفرش بتاعها. فرشها ده مشكله، انا نفسي اعمل لها فرش كامل، كسوه كامله. بس انا قلت لكم قبل كده ان الكسوه الكامله عايزه مبلغ وقدره. ايه هو المبلغ وقدره؟ عايزه لها مبلغ بتاع 5000 جنيه. انا سالت عليه قماش وخياطه ومش عارفه ايه وحركات كده اهوت. قلت لا، وعلى ايه؟ ربنا يكرم بقى، انا اجيب لها ايه حافظات زي كده واحطها عليها وخلاص. بصوا كده بقى ايه، انا خلصت كده الصلاة، يعني ما فيهاش حقيقية الصلاة برضو يعتبر نظيفة. بس ايه الفرش هو اللي بيتكوم وبيتبهدل. العيشة بتطلع تبحتر على رئيسها، المخدات بتقع كده. مش عارفة ايه، مديها سندوتش العيشة توقع، بتروح طالعة تتفرج على الكرتون، تطلع على الركنة وتروح مبهدلة الدنيا. مش عارفة ايه من السندوتش اللي ماسكاه، ردة او حاجة. فالواحد لازما لابد يبقى رايح كده شواف، يقعد يبص على الحاجة وينفضها وينضفها وكده. محدش بواحد بيبقى قاعد في بيته، ممكن اي حد في اي وقت يجيله كده. حتى لو ما كانش حد هيجيله، يعني دي حاجة يعني من البني ادم. هو الواحد بأمانة والله مش عشان نفسي، الواحد ما بيطيقش ان يشوف الحاجة مبهدلة اصلا. فاهمني؟ بصوا كده الاستاذة حبيبة غرزالي دبابيس في قلب اليد بتاعت الركنة. ما علينا اهو، خدها ظبطتها. عماله كل ما اجيب الفرش من الناحيه دي يعمل من الناحيه دي، انا مش فاهمه في ايه. طب والله العظيم الفرش ده بيتعبني في ترتيبه. والله بجد بيتعبني. بيفضل يخدني رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. بس قصاد ما بلاقي الركنه كده شكلها حلو بتبسط بصراحه.
خلاص كده انا خلصت، هكنس بقى. هكنس بقى الصالة. رحت جاي اجيب بعد الحافظة عشان هكنسها. شلت الكوباية بتاعت عيشة الأستاذة عيشة. في ايه يا عيشة؟ انا حبيت. انتي حبيني وانا كمان حبيكي. وانا هاتي بوسة. انتي حبيبتي يا دودة. كل ده بص. بص بقى كده اهو، بكنس كده الصالة. عايزة اقول لكم خلاص بقى يعني اهوت. هنبتدي مع بعض بقى غسيل وترويق وتنفيض ومش عارفة ايه بتاع العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين. بس انا بتمنى بس كده الفرش اللي انا عاملاه جديد يعجبكم، ولونه يعجبكم ان شاء الله. ونشوفه مع بعضنا. انا مخليه لكم مفاجأة بصراحة، اوريه لكم على العيد. ويا رب يا رب يعني يعجبكم. لو كده ربنا كرم و يعني وبقى معايا فلوس، هروح ممكن اقطع ستارة للطرقة واعملها قبل العيد. ما كانش بقى والدنيا لقيتها لسه قافشة وبتاع، خلاص بقى يعني الحمد لله. حلو قوي كده. حلو قوي كده. كده بقى انا كنست الصالة وطلعت التراب على بره وبكنس قدام الباب. بس كده. ما تنسونوش يا جماعة بالله عليكم في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا سر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزة اقول لكم يا جماعة انا زعلانة بجد والله العظيم. زعلانة ان يعني اللايكات والمشاهدات على الحلقات بتاعتي. اصبري يا دوشة. اللايكات والمشاهدات على الحلقة بتاعتي مش عجباني خالص بصراحة يعني. مفيش نازلة الارض. فنفسي طيب انتوا مش عاجبكم ايه في حلقاتي مثلا؟ طب قولوا لي عايزين نصور لكم ايه، عايزين اعمل ايه. قولوا لي ايه رايكم. طيب قولوا لي انتوا عايزين نعمل ايه. فاهمني يعني؟ شجعوني وكده. شجعوني. شجعوني وقولوا لي ايه. طب انتوا عايزيني اجدد لكم ايه، عايزين اعمل لكم ايه. اتكلموا معايا. حتى الكومنتات نزلت خالص، ما بقاش في كومنتات. انا مش عارفه ليه. فعايزه اقول لكم يا جماعه بالله عليكم، يعني خليكم معايا وقفوا جنبي. عشان انا عشمانه في ربنا ثم فيكم ان القناه دي تصرف على بيتي وعلى عيالي. والله العظيم والله العظيم يا جماعه بجد. انا نفسي انزل لكم كل يوم حلقه. نفسي أنا اعمل تجديدات في بيتي، بس كل ده بيبقى عايز مصاريف. والمصاريف مش في امكانياتي. والله العظيم انا عايزه اقول لكم والله انا اللي شجعني اكتر اشتري ركنة، واللي شجعني ان انا اغير في حاجات في رمضان والكلام ده كله. الحاجات اللي عملتها في رمضان عشانكم، يعني عشان القناة. انتوا طلبتوا مني قبل كده جدد وكده، بس صدقوني التجديد دوت يعني عايز مصاريف. بصوا كده انا السمك حطيت له مناديل زي ما قلت، زي ما انتوا شايفين، عشان تمتص الميه اللي في الخياشيم بتاعته كلها. وكده دوت الترمس انا سلقته. تمام. سلقته وحطيت وبعد ما سلقته صفيت ميته وشطفته وصفيتها تاني ونقعته في ميه شويه كده وهعمله. بصوا كده انتوا شايفين طبعا انا هعمل ايه. ما تقولوش لحد بقى اللي انا بعمله ده. ما تقولوش لحد على اللي انا بعمله. بس كده الحمد لله. كده بقى انا رجعت بعدها يجي بساعه ولا بساعه ونص. كده بقى ايه، بحضر كده الملح واحط ايه ملح. 4 معالق ملح معاكم للسمك. انا عايزه اقول لكم انا ممكن اكتر ملح عن كده بس هيبقى حادق، وانا مش عايزاه يبقى حادق. بصوا صدقوني لو عملتوا السمك بالطريقه دي هيبقى جميل. كده 4 معالق ملح، واحط عليهم نص معلقه شطه. هحط عليها ربع معلقه كركم. الكركم حلو على فكره يا جماعه، مش وحش. بصوا كده. بدور على بطرمان الكركم مش لاقياه. البطرمان لونه اصفر والكركم لونه اصفر، فعماله اقول ايه ده، طب ده كمون، طب ده ايه، مش بقى قدامي مش عارفاه. كده بقى انا جبت الشنط. انا كل شنطه نظيفه ما فيهاش حاجه مكان عيش او حاجه بروح مخلياها بصراحه. كده بقى انا هعمل ايه، اشيل المناديل وابتدي بقى ايه. شوفوا طريقه شفتوا السمك يا جماعه اللي هو الفسيخ، لما تيجوا تفتحوه مش بتلاقوا اللحم بتاعه عامل فصوص فصوص.
الفصوص ديت عامل فصوص كده ليه؟ عشان بتمسجوا السمكة قبلها. بصوا انا همسكها كمان بالعرض كده. بصوا بدوس عليها ازاي، بفسخ اللحم من جوه من بعضه، يقوم يستوي بسرعة. وكمان يبقى لما تفتحوا السمكة كده بتلاقي حتت. شفتوا زي ما بتشوفوا كده الناس اللي بيبيعوا فسيخ دولت وبيصوروا وبتاع، بيبقى بسبب الحتة دي، التركة دي. بصوا كده اهي. انا على فكرة الملح ده على ال4 سمكات تمام. ازيد من كده هتبقى مالحة. انا خللت من كتر تخليلي في الفسيخ، اتعلمت ان انا عرفت قد ايه احط له ملح. وما حطيتش ملح. لو تلاحظوا انا ما بدكتش، ما قعدتش ادك في الملح في الخياشيم، عشان الحركة دي كانت بتخلي الفسيخ يطلع مني حادق. بصوا انا بحط كده ملح بشطه بكركم. المهم ان هو ايه، يبقى طايله. في حاجه انا نسيت احطها، نسيت احط حبه زيت، وهي دي كانت اهم حاجه، احط زيت. نسيت احط زيت، بس انا عملت جبت سرنجه بس يا عيشه، نسيت احط زيت. فبس جبت سرنجه نظيفه، مش ما حدش مستخدمها على فكره والله، ورحت جايباها ورحت مليتها زيت ورحت حطها في قلب الكيس. وبقى حطيت زيت جوه السمك، يعني جوه في قلب الكيس من جوه وجوه السمك بعد ما ربطته كله. بصوا كده ليه بقى انا بحط سمكه كده، واحده كده وواحده كده، عشان الراس في قلبيها ملح. في الخياشيم الراس مليانه ملح، فتنزل ملحها بميتها. هي طبعا الملح والشطه بيخلوا السمكه تنزل الميه اللي جواها اللي فيها، فاهمني؟ وبتنزل ميه، الميه دي مع الملح تروح مخلله الديل، يعني يبقى الراس ناحيه ديل وديل ناحيه راس كده. اهو كده معاكم. فبصوا كده خلاص كده. بحط البلاستر دوت عشان يمسك الكيس. انا برمى الكيس كويس قوي عشان ما يدخلش هوا، يعني انا ببرم الكيس كده عشان ما يدخلش هوا. كده احط كيس اسود. عارفين ليه انا حاطه الكيس الاسود ده؟ عشان يعكس الاضاءه بس على السمك. بصوا كده اهو ربطته. انا بطلع الهوا خالص على فكره، يعني انا بضغط عليه بايدي وبطلع منه الهوا كده. احطه في كيس تاني وايه وبسطره وخلاص. على كده بحطه في ايه، واحطه في طبق يكون السمك قاعد مرتاح فيه. ليه قاعد مرتاح؟ ما يبقاش مايل لفوق، ولا طبق صغير يروح حرف السمك يبقى طالع على الطبق لفوق. ليه؟ عشان السمك بينزل ميه مع الزيت. انا عايزه السمك يبقى راقد في الميه بتاعته، الميه مملح، فبتضطر السمكايه وبتخللها بسرعه على فكره، عن تجربه صدقوني. خلاص كده، خلاص دي كده اخر حاجه. تمام كده. اجيب بقى طبق بلاستيك احطه في قلبيه واخليه. بصوا انتوا هتلاقوني جبت طبق كده حطيته، لقيت السمك نص جوه الطبق والنص على حرف الطبق. فانا ليه ما سبتوش؟ عشان انا عايزه السمك يبقى راقد، عشان انا كل يوم بقلبه على الناحيه التانية. بيروح نازل الزيت بالميه المالحه بالملح، ينزل على الجنب اللي ما كانش طايله الميه، اللي هو كان لفوق. اروح جايه تاني يوم اروح قلبها على الجنب اللي ما كانش طايله ايه، ميه بملح. وهكذا لغايه اليوم العاشر بقى، التاسع، الثامن، هو وحظه بقى. بصوا هشيل الطبق ده واجيب طبق يكون قاعد في قلبها السمك قاعد كده اهو. بصوا بس كده. كده بقى احنا ايه، حضرنا الفطار معاكم. عملنا بانيه هنا والشفا. انا كده خدتكم على مدار اليوم كله، وريتكم انا عملت ايه. ماشي، ماما خلصنا. ماما ايه يا روحي، مية بلت. واشوفكم على خير يا جماعه. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لاحظوا ان انا ما بقيتش انزل لكم ادعيه وكلام من ده زي الاول،
ولا كده اغاني رمضان ولا اي حاجه من دي، عشان دي ممنوعه، عشان ده غلط على القناه. بعد ما اتفعلت على طول قالوا لي ده غلط وبيشيل الربح بتاع الحلقات. فطبعا انتوا ما ترضوليش بحاجه زي كده. فانا والله عماله عايزه القناه تشتغل باي شكل، عشان كده انا والله ما بقتش احط حاجات زي كده. بس كنت عايزه احط لكم ادعيه زي الاول والكلام ده، بس ما بقتش احط بسبب كده. وما تنسوليش يا جماعه بالله عليكم تشاهدوا لي اعلانات، وتشاهدوا لي الحلقات بتاعتي، وعشان يبقى عندي ساعات مشاهده وكده. انا عملنا بانيه وعملنا مكرونه، وتعالوا افطروا معانا، وباي باي، واشوفكم على خير يا حبايب قلبي. مع السلامه.